ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تفضلوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي بصراحه. انا اتهبلت عليها واتهبلت على طعمها. انا كنت عامله اكل كده معرفش في ايه. تمام. قبل ما اقول على اي حاجه، تعملي ليا لايك، تعملي ليا اشتراك في القناه، وتفعلي ليا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. وتصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجمع بعض الحله، هنجمع بعض 4 جوافات 5 زي ما انت عاوزه. اني ده كان نص كيلو. تمام. طبعا قطعت زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب كوبايتين من الميه. مش عاوزين نكتر في الميه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، الميه تبقى سوى الجوافه. هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي كلكم بصراحه هتتبلوا عليها، هتدعوا لي عليها. واللي ما كانش بيدعي لي قبل كده يدعي لي بقى دلوقتي. طبعا هتفضل طبعا تغلي، هنفضل نقلب فيها كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنسيبها طبعا نص ساعه تبرد. وبعد كده هنفرمها في الخلاط وهنصفيها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. شايفين ده الحاجات اللي طلعت. شوف بقى لما بعد ما اتصفت عامله ازاي. طبعا نحط مع بعض كوبايتين من السكر. ده عشان نص كيلو، اني ما حبيتش ان انا اكتر في السكر كتير. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نقلب عشان السكر يدوب معانا. انا بسبب الحلويات اللي انا بعملها، انا كده مش، انا كده هروح في ده، انا كده هتخن. هنحط طبعا ليمونتين. تمام. انا ما حبيتش اللي انا احط الليمون وهي بتغلي، او مثلا وهي في الخلاط. انا حبيت ان انا اعملها في الاخر، احط الليمون في الاخر عشان الليمون ما يعملش لها مرارة او يعمل لها حاجة مرة كده. فانا حبيت ان انا احطها في الاخر بعد ما كنت بقلب في السكر وكده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. طبعا لازم تحط بالينيا، ده هترجع لك، عاوزه تحطي ميشن مش عاوزه خلاص. ه- هترجع لك انتي. هنعمل بقى احلى مربى جوافه. شايفين؟ احلى مربى، والله والله اتهبلت على طعمها. انا الوصفه ديت انا عملتها في بنوته طلبتها مني، قالت ان نفسي في وصفه جوافه مختلفه. والله والله انا عملتها بس علشانها. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. وطبعا اي حد يطلب مني فيديوهات، اي حد يطلب مني حاجه انا اعملها له من عينيا الاتنين. حبايب قلبي، متنسوش بقى بدعوه حلوه قوي منهم كده. متنسوش بقى تعملوا لي لايك، تعملوا لي اشتراك للقناه، وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع الف سلامه حبايبي.